صحي أهل قرية بني مزار في المنيا يوم 29 ديسمبر سنة 2005 على أبشع مذبحة حصلت في تاريخ مصر. 10 أفراد من 3 عائلات مختلفة في 3 بيوت جنب بعض لقوهم كلهم مقتولين بطريقة بشعة، وفي يوم وليلة يتقلب حال القرية كلها. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تفاصيل القصة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. قرية عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار كانت زيها زي أي قرية بتعيش في هدوء وسلام، وفي يوم وليلة اتقلب حال القرية لما قامت على أبشع جريمة حصلت وبقت قضية رأي عام. الضحايا كان رب منزل وزوجته اسمها صباح، وأطفالهم أحمد 8 سنين وفاطمة 7 سنين، ودول كانوا في أول بيت. والبيت التاني كان فيه شاب محامي اسمه طه 28 سنة ووالدته. والبيت التالت كان مدرس اسمه أحمد أبو بكر 48 سنة وزوجته بسينة 35 سنة، وأطفالهم أسماء وطفل رضيع اسمه محمود. 3 بيوت جنب بعض حصلت فيهم الجريمة، كلهم اتقتلوا في نفس الوقت من غير ما حد يحس بأي حاجة من أهل القرية، ولا حتى حد من الضحايا يصرخ عشان حد يلحقه من غير ما القاتل يسيب وراه أي أثر أو دليل. تحقيق النيابة كشف إن الجاني ذبح ضحاياه باستخدام سكاكين، وده عرفوه من خلال الجروح القطعية اللي لقوها في كل الضحايا، واللي كانت بتمتد من منتصف الرقبة إلى أسفل الأذن. وحتى الأطفال اتقتلوا بنفس الطريقة، وإن كمان تم التمثيل بجثثهم وقطع الأعضاء التناسلية ليهم كلهم، وده كله في 2.5 ساعة بس. الشائعات قالت إن الجاني لقى كنز كبير تحت القرية وحاول انه يوصل بس فشل، فقرر الاستعانة بالجن واللي طلب منه الأعضاء اللي أخدها من الضحايا. ده غير الحمامات اللي لقوها جنب الجثث، كان عددهم 5 حمامات مقطوع راسهم، وكل ده قربان للجن عشان يعرف ياخد الكنز اللي تحت القرية. بعد كده تم القبض على شاب مريض نفسي معروف في القرية انه مجنون القرية اسمه محمد عبد اللطيف، عنده 27 سنة، على أساس إنه المتهم الأول للجريمة. بس لما ودوه لمسرح الجريمة عشان يمثل الجريمة اللي اتقال إنه عملها، معرفش أي حاجة وانهار وفضل يصرخ. ومش منطقي أبدا إن هو اللي عمل كده، لأن الضحايا كلهم ماتوا في نفس الوقت واتذبحوا في نفس الوقت، ومفيش حد فيهم خالص استنجد أو صرخ أو عمل أي صوت عشان حد يلحقه. وبالتالي التحقيق أنهى القضية ببراءة محمد عبد اللطيف من كل التهم الموجهة ليه، ولقت ان في تناقض بين ارتكاب المذبحة واعتراف المتهم. كان في حد من القرية قال ان قبل الفجر بمدة بسيطة كان في عربيات فخمة كانت راكنة جنب البيوت اللي حصلت فيها المذبحة، والعربيات دي جديدة على القرية، اول مرة يشوفوها. بس مع الاسف الشرطة ما خدتش كلام الراجل ده كشهادة لانه ما عندوش دليل، ولا كان وقتها في انتشار للكاميرات في كل مكان زي دلوقتي. في النهاية الأكيد اللي حصل ما كانش واحد بس اللي بيقتل، لا دي كانت مجموعة مكونة من كذا شخص، والمجموعات دي دخلت البيوت في نفس الوقت واتقتلوا كل الضحايا في نفس الوقت. كان في حد من الضحايا حاول يكتب أي إشارة أو علامة على الحيطة لكنه ملحقش. القضية كانت وقتها قضية رأي عام، وتم إغلاق القضية بسبب عدم معرفة الجاني لحد وقتنا هذا. يفضل سر المذبحة طايل كتمان.